لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 416 لوانەکانی تفسير القرآن پیرۆز بێم و خزمەتتان بەم بەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بەڵێ بەڕێزان دیارە کۆتا ئاەت لە سوورەتی النساء دیسان باز لە ئەحکامی میرات دەکا بەو شێوەیە دەست پێ دەکا یەستەفتونەک واتە داوای فتوات لێ دەکەن پرسیارت لێ دەکەن قل الله يفتيكم في الكلالة دەربارەی کەلالە لێت پرسیار دەکەن لۆیە خوای گەورە دەربارەی کەلالە وەڵامتان داتەوە. کەلالە واتە ئەو کەسەی کە دەمری نە منداڵ لە پاش بەجی دەمینێ نە بابیشی هەیە نە داکوبابی هەیە و نە منداڵیش هەیە. إن امرؤ هلك ليس له ولد کاتێکەوە کەسێک دەمری منداڵی نییە وله أخت خوشکێک لە دوای خۆی بەجی دەمینێ فلها نصف ما ترك ئەوە خوشکەکەی نیوەی میراتەکەی دەبا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ئەگەر ئافرەتێش بەو شێوەی بمری داکوبابی نەبیتن منداڵیشی نەبی بەس برایەکی هەبی ئەو برای هەموو میراتەکەی دەبا. فإن كانت اثنتين ئەگەر ئەو کەسەی کە دەمری داکوبابی نییە و منداڵیشی نییە بەڵام دوو خوشتی لە دوای خۆی بەجی بمینێ فلهما الثلثان مما ترك دوو لە سەرسەی میراتەکەی لە بۆ ئەوانە. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ئەدێ ئەو کەسەی کە دەمری بە کەلالەیی نە داکوبابی هەیە و نە منداڵیشی هەیە بەڵام خوشک و برای هەیە ئەوە للذەکەری مثل حظ الأنثيين لەو حاڵتەی خوشک و برایەکانی میراتەکەی دەبن برا دوو هەندی خوشک دەبا. يبين الله لكم أن تضلوا الله سبحانه وتعالى تان بيان دكا تا وكو توشي قمرائي نبن والله بكل شيء عليم والله سبحانه وتعالى بهموش تيق آقادارة. باري خوش بسان ديارة لا سبب نزولي أو آتا وكو زانایان بەو شێوەی سەبەب نزولەکەی باز دەکەن دەفەرمون ئەوەی کەوا پرسیاری کردێت جابری کوڕی عەبدوڵڵاه خوای لە ڕازی بی لە خۆی لە بابی لە حەدیثێکدا ئیمام بوخاری و مسلم و ترمذی و ئەبوو داود و ئیمام ئەحمەد دەجێڕنەوە لە جابر دەفەرمووی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتە لام سەردانم بکە کاتێکەوە من نەخۆش بووم فوجدني أغمي علي دیارە دەڵێ ئەو کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هات أمن لهوش خوم توبم فدعا بماء فتوضأ منه ثم صب علي وضوءه يتديار أواني كليو بين لويان جيرايتو دفن بك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديتي جابر ولهوش خويتسو داواي كر هندا آوي لو بينن دسنويجش بيشوشت أو آوي كدسنويج بيشوشتيا بجابري كوري عبد الله داكر خواي يقول لخويو لباب رازيبي فأفقتو لنتيجة دا أمن بهوش خوم هاتمو فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي قلت يا رسول الله بحساب وأن خوشكي تند لسلا مرقة يا رسول الله أم عليك لباشن بديدة مني تسيلي بكم كو بشي بكم إنما يرثني كلالة أمن كلالة ما وتندى كبابم هيا نا من دالشم هيا وكان لي 9 أخوات نو خشكم هيا فلم يجبني بشيء صلى الله عليه وسلم والله من ندامه فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث يا رسول الله بكما وصيت كواد سيتشي مالكم لبو خشك كانم بي قال أحسن صلى الله عليه وسلم من أخذ ساكتر بك لقليان قلت الشطر نيوان بدمه
قال أحسن هشتا زياتر تاكان قرب ثم خرج وتركني باشان في صلى الله عليه وسلم درت سليمنو بابنين أمني بزيهشت ثم رجع فقال باشان قرايوه أو زافر يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا يا جابر أمن نابي نمكواءة بمري لو نخوشيت وإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك والله سبحانه وتعالى آتي دابزان أو بشيك لبو خشك كانت دياريكر فجعل لهن الثلثين خشك كانت دول سرسي ميرات الدبن أو جزابر دفرمي وآتي دابزي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة كاتك دفرمي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك واتكسك وهلك واتمات أو جوكو زاند هو اختصاص الهلاك بميتة السوء عرف طارئ لا يعتد به طلع زياتر بابلين كاتك واب كسك بمردنية خراب دمري بيدالين بهلاك تو هلك طلع هو عرف شي تازه هاتيه للعين لغته أو بابلين حساب لو ناكره بدليل ما لا يحصى من الآيات والأحاديث تسندين آيات وأحاديث هاتي لسر أو بابتا كوا هلاكش بمعنى مردن دي شردني بمعنى مردني خراب به ولتروي هذا العرف قال الشهاب في شرح الشفاء إنه يمنع إطلاقه في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا يعتد بأصل اللغة القديمة كما لا يخفى عمن له مساس بالقواعد الشرعية والله أعلم. إتر شهاب دلي ما دام استا هلاك زياتر كاتكا بكار ده هندري لعرفي خلشي لبو مردني خراب بكار هاتيه دلي باشتر والبو پیغمبران بكارنين بلام تمشادك وكو پشتري باس ماكر كالقرآن فيروز هلاك لبو پیغمبرانش بكار هاتيه خواهي سبحانه وتعالى لصورتي غافر لبو يوسف بكار ديني حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ديار هلاك زانان دفن لقل موت هردو شيئا بمعنى مردن دين بلام دلين هلاك لبو كسيك بكار دين دري كباش اوي كدمري من دال لدواي خوي بزينا اهلي لويا بيغوتري هلاك ليرش هر عيني بلغي لسر إن امرؤ هلك وليس له ولد كاتك وكسيك دمري من دالي لباش بزينا منه كواتا بعرف كردوار خوان بيغوتري بابن او كسا هیچی لێ بەپاش نەکە دوابڕای بوو ئیتر هەلەکە زیاتر لە بۆ مردنە تعبیر لە مردنی خراپ ناکە بەڵکو تعبیر لە مردنی ئەو کەسەی دەکاتن لە زمانی عەرەبی ئەو کەسەی کە دەمری منداڵی لێ بەپاش ناکەوی بەڵێ ئەو دەفەرمی ئینی امرؤ هەلەکە لەیسە له ولد کەسێک کە دەمری منداڵی نییە وله أخت فلها نصف ما ترك کەواتە کاتێکەوە کەسێک دەمری داکوبابینە منداڵیشینە تەنها خوشکێکی لێ بەجیمایە نیوەی میراتکە لە بە ئەو خوشکەیە ابن كثير رحمة خوای لێبی دەڵێت تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد دەڵێت لەبەرەوەی لە ئاتەکەی کە باس لە کەلالە دەکا ئەوەیە کە دەڵێتن کەلالە ئەو کەسەیە کەوا دەمری منداڵی نییە کەواتە دەڵێ هەندێک لە زانایان دەڵێن کەواتە کەلالە شەرط نییە داکوبابینە بەس منداڵی نەبی پێدەگوترێ کەلالە بل يكفي في وجود الكلاة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب قال رازي رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح ضلي أو قولا أو رأيا لإمام عمر دجر خال رازي ابن جرير لدجرته بإسناد صحيح كوا كلالة أو كوا من دالي نبي داكو باب الشهبي هربي قلت كلالة ما دام من دالينا ولكن الذي يرجع إليه قول الجمهور طالما جمهور علماء دلين وكوا كلالة أو كسي هم داكو بابينيا هم من دالي شينيا وقضى الصديق رضي الله عنه أنه الذي لا ولد له ولا والد طبعا إمام أبو بكر خالي رازيبي تفرمي كلالة أو كسي نمن داله نداك بابه ويدل على ذلك قوله وله أخت بلقج لسروي كوا نابي بابها بلوي بيدوتي كلالة ضلي ولو كان معها أب لم ترد شيئا لأنه يحجبها بالإجماع كوات أجر كسيك بمري بابي لباش بزيمايا وخشكيشي هي لو حالتي همو ميراتك لو بابيتي خشكك هيتي نابا لبرو إجماعي لسر أجر باب موجود بو خشك براو أو أنا همو حزب دكاتن
هەمووی بابەکە دەبا بەڵام کە لێرە دەفەرمیتن ئەگەر کەسێک کەلالە بوو منداڵی نەبوو کە مرد خوشکێکیە بوو خوشکەکە نیوەی دەبا کاتۆ بەڵگەی لەسەر بابی نەما ئەگەر بابی مابا ئەو خوشکە نیوەی نەدەبن لۆیە ئەوە بەڵگەی لەسەرەوەکەوە کەلالە ئەو کەسەیەکەوە داکوبابی نییە و با بڵێ منداڵیشی نییە. پاشان فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص أيضا عند التأمل أيضا كواتا أو كلالة بلغي لسروي كليردا خواي ليس له ولد أو نص القرآن لسرا وهروها كلالة أو كسي والدي شينيا بابي شينيا أو يشهد بنص بلان با تفكرين تيدا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكل أكتازة باسمان كر كواتا كبوشي ويدا فرمي ما دام كلالي ومن دالين وخشكي هي نيوي دبا خشكي أو بلغير سلو بابي شينما سكو قرباب ما با أو خشكي هيز بشي ندبو. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم. إمام أحمد روايات كذا لزيد كري ثابت دجارتوا كسيك دمري عن زوج وتأفرته كمردية ميردي لباش بجيما وهروها وأخت لأب وأم مردي هي وأفرته كمردية وخشكي هي كوخشتي داك بابتي. زيد كري ثابت فأعطى الزوج النصف والأخت النصف كواتا أو أفرته مردية من دالينية بلام مردش بجيما مردي لباش بجيما وهروها خشكي هي زيد كري ثابت نيوي دا مردكي نيوي ميراتكش دا خشككي. فكل ما في ذلك سأل لقال كدر باري أوشتا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك أم لخزمت بيغمبر موسى صلى الله عليه وسلم حالتي شواهات بيغمبر صلى الله عليه وسلم واي بريار دا. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان كوات ابن جرير رحمة خالب وغير ويش لابن عباس وابن الزبير نقل دكا أوان تيان دقو في الميت ترك بنتا وأختا كسك كوان مردية لباش خوي بنتو أختي بزيج وتكسيش بزيهشتيا وهروها خشكيش بزيهشتيا أنه لا شيء للأخت لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت كواتا لو حاطي دلين ابن عباس وابن الزبير دلين أو خشك لو حالتي هيتي لبوانية لبرتي لبرويات كذا فرمي إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت كواتا لو حالتي ما دام كتي هي سكني ويدبا بلامني وكيد كاش لبو خشككينية لبو خشكين لبرويات كذا فرمي أجر من دالي نبو أو زاني وي لبو خشككية. وخالفهما الجمهور فقالوا في المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بلام دل الجمهور مخالفي ابن عباس وابن زبير لكن لو حالتي دلين راستني ولا بو كسكيتي لبروي أو فرضة بابن خواي قول أو بشي دياري كرديا بلام نيوكيت كلبو خشككيتي بالتعصيب لو حالتي بفرضنا بلان بعصبا لبروي كسكي نما بيبا يتر خشككي ديبا. وأما وراثتها بالتعصيب من كاتك وبتعصيب خشككي ديبا فما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتا إبراهيم أسود دلي معاذ كري جبل خويل رازيبي لعهد بيغمبر صلى الله عليه وسلم هلا روايات شيديك سليمان دلي نيفرمو لعهد بيغمبر صلى الله عليه وسلم. بهر حال معاذ كري جبل دفرم أو هاي حكم كر النصف للبنت والنصف للأخت كواتا ما دام كسيق مردي نيوي بعمل كسيش بزيشته وخشكش بزيشته نيوي لبو كسكه نيوكيد كش وكو عصبة لبو خشكك والله أعلم. وهروها سندين حالتي ديك لبو بيان كردني أو حالتي بلام لبرتا وبوني كان لير دوستين ببشتواني خواي قورة لواني داهاتو دين وخزمت أو تبيروزو قصي زيات الأسردكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.